تعرفون اللي أسس المتحف العراقي مو عراقي، واللي أسسته هي المسبر، اللي كانت بذاك الوقت مستشارة المندوب السامي البريطاني. وبسنة 1924 كانت تجمع الآثار من القرى ومن التجار وتخزنها ببناية السراء اللي هي سنعرفها بناية القشلة. بعد الحرب العالمية الأولى دخل العراق مجموعة مشتركة من علماء الآثار الأوروبيين والأمريكان بقيادة وإشراف المسبر. وذيك الفترة الذهبية بتاريخ العراق قدروا يجمعون كميات كبيرة من الآثار وخزنوها داخل بناية السراي. وبعد هذا الإنجاز عين الملك فيصل الأول المسبل مديرة فخرية لدائرة الآثار القديمة، وزادت عمليات التنقيب وقامت تشتري الآثار من السكان المحليين والمزارعين بالمناطق الأثرية. وصلت كمية الآثار اللي قدرت تجمعها لمستوى شجعها حتى تقيم معرض لعرض القطع الأثرية اللي قدرت تجمعها في فترة قصيرة، وبسنة 1923. وبعد نجاح المعرض تخصصت غرفة داخل بناية القشلة